السلام عليكم. تعمل مدينة مراكش كوجهة مضيافة للأحداث العالمية الكبرى على تعزيز بنيتها التحتية استعداداً لأبرز الأحداث العالمية الكبرى التي ستكون مسرحاً لها على غرار مونديال كرة القدم 2030 ومؤتمرات اقتصادية وسياسية باتت المدينة مقصداً لها. هذا وتقرر إخضاع مراكش لمجموعة من المشاريع البنيوية الرامية لتطوير المدينة وبث نفس تنموي جديد بها، كما من شأنها تعزيز وتقوية الإقلاع الاقتصادي والسياحي والاجتماعي بجهة مراكش آسفي، وتعزيز مكانة الجهة كإحدى أهم الوجهات السياحية العالمية. في هذا الفيديو سنتعرف على أهم المشاريع المزمع تنفيذها بالمدينة الحمراء في أفق 2030. لكن قبل ذلك المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع إعادة تهيئة ساحة جامع الفنا. أفادت بعض التقارير الصحفية إلى أنه من المنتظر خلال هذه السنة انطلاق مشروع تهيئة ساحة جامع الفنا التاريخية والأسواق المحيطة بها بمدينة مراكش، بحيث تعتبر خطوة بارزة تهدف إلى الحفاظ على الطابع الثقافي والتاريخي لهذه الساحة الشهيرة والأسواق المحيطة، بالإضافة إلى تعزيز بنيتها التحتية بما يخدم الزوار والسكان المحليين تحت إشراف فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي. ويعد هذا المشروع مثالاً حياً للالتزام بالمحافظة على التراث مع التفاعل مع احتياجات العالم المعاصر في إطار رؤية مراكش 2030، مدينة عتيقة في حلة جديدة وبميزانية تقدر بملياري درهم، والقطع مع العشوائية التي كانت في الأسواق والساحة الشهيرة. ومن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو الحفاظ على التراث الثقافي من خلال احترام الطابع الأثري ومعمارية الساحة من أجل تحسين جاذبيتها السياحية دون المساس بأصولها، كما يسعى المشروع إلى تحسين البنية التحتية من خلال تطوير شبكات الصرف الصحي والإضاءة العمومية والمناطق المخصصة للزوار، مما يضمن تجربة مريحة ومواتية للجميع. كما زاد الاهتمام في دعم الأنشطة الاقتصادية من أهمية المشروع. كما سيتضمن المشروع تخصيص مساحات منظمة للتجار والحرفيين، مما يساعد على الحفاظ على طبيعة الساحة كمركز نابض بالحياة اليومية، وتعد هذه الخطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة وتوفير فرص العمل للسكان المحليين. مشروع تشييد مطار جديد بمراكش. تقرر تشييد مطار جديد بمراكش وفق ما كشفه الوالي فريد شوراق خلال الجمع العادي للمجلس الجهوي للسياحة بمراكش. وأكد الوالي أن مراكش ستعرف إطلاق مشروع مطار خاص بالطائرات المنخفضة التكلفة سيشيد على بعد 30 كيلومتراً عن مراكش، وسيفتح المجال لتطور المنطقة التي ستحتضن المطار الجديد، فيما مطار النار سيكون منصة لهبوط الطائرات الرسمية والطائرات الخاصة. مشروع تطوير ملعب مراكش الكبير. سيشهد الملعب الكبير بمراكش إصلاحات هامة، حيث عقد فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي اجتماعاً تمهيدياً بمعية أعضاء اللجنة الجهوية للقيادة، تمت خلاله مناقشة المراحل القادمة وآخر الدراسات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المبرمجة ومدى ملائمتها لدفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم، استعداداً لاستقبال كأس العالم سنة 2030. وأكد بعض المسؤولين أن الملعب لن يتم هدمه بالكامل، بل سيتم الحفاظ على هيكله الأساسي مع إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة. التطوير سيشمل زيادة سعة الملعب من 33,000 مقعد حالياً إلى 69,000 مقعد، وذلك بعد حذف حلبة ألعاب القوى، بالإضافة إلى تغيير أنظمة الصوت والإضاءة،
وتغطيته كاملا بسقف جديد، وتزيين الواجهة الخارجية للملعب ومحيطه. وستكلف المراحل الأولى من هذه الأشغال حوالي 50 مليون درهم. أين وصل مشروع حافلات الباص واي بمراكش؟ من المنتظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن يتم إطلاق أولى الدراسات لإنجاز 4 خطوط حافلات الباص واي ذات الخدمة العالية الجودة من طرف شركة التنمية المحلية باص 6 متجددة. ويتعلق الأمر بخطوط تشمل خطاً يمر عبر شارع الحسن الثاني ويربط بين باب دكالة وجامع الفنا وسيدي يوسف ابن علي على مسار مسافته حوالي 17 كيلومتراً، وخط آخر يمر عبر شارع جماسة ويربط بين المحاميد وجامع الفنا وباب دكالة وشارع علال الفاسي على مسار مسافته حوالي 15 كيلومتراً. كما يتعلق الأمر بخط ينطلق من باب أغمات ويربط سيدي يوسف ابن علي وجامع الفنا وباب دكالة والمنطقة الصناعية سيدي غانم ومحطة العزوزية، فيما الخط الرابع يربط تامنصور بمراكش ويمر من المنطقة الصناعية سيدي غانم وعدة نقاط وصولاً إلى باب دكالة على مسار مسافته حوالي 15 كيلومتراً. أين وصل مشروع الطريق السيار مراكش فاس؟ يخطط المغرب لإنشاء طريق سيار يربط مراكش بمدينة فاس عبر بني ملال قبل سنة 2030، وهي السنة التي يحتضن فيها كأس العالم. وفي هذا الصدد كان نزار بركة وزير التجهيز والماء قد كشف في وقت سابق أن الطريق مهمة جدا لبلادنا وسيكون لها وقع كبير على عدد من الأقاليم. ويعد هذا المشروع خطوة هامة لتعزيز الترابط بين الجهتين الوسطى والشمالية من المغرب، مما سيسهم في تقليص مدة السفر وتسهيل حركة النقل التجاري والسياحي. وأوضح بركة أن الدراسات متواصلة بخصوص مشروع الطريق السيار بين مراكش وفاس مرورا عبر بني ملال. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى، ثم يليها تشييد وإنشاء المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وبعدها استكمال المقطع الثاني بين بني ملال ومراكش. ويرتقب أن يمتد الطريق السيار الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تبلغ 20 مليار درهم. مشروع القطار الجهوي السريع RER بمراكش. ذكرت مصادر إعلامية أن مشروع إنشاء محطتين جديدتين للقطار الجهوي السريع في منطقتين استراتيجيتين بمدينة مراكش سيخرج لحيز الوجود. ويتعلق الأمر بمنطقتي جيليز والملعب الكبير، حيث يأتي هذا المشروع في إطار جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز وسائل النقل العام، بما يتماشى مع التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة. وستبنى المحطة الأولى في منطقة جيليز، أحد أهم الأحياء التجارية والسياحية في مراكش، حيث من المتوقع أن تسهم في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الوصول إلى المرافق التجارية والسياحية. أما المحطة الثانية فتقع بالقرب من الملعب الكبير، وهو موقع يستقطب عدداً كبيراً من الجمهور خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. أين وصل مشروع القطار الفائق السرعة القنيطرة مراكش؟ يعتبر تمديد خط القطار السريع من القنيطرة إلى مراكش مروراً بالرباط والدار البيضاء من أهم وأضخم المشاريع ببلادنا، حيث فازت 5 شركات من الصين وفرنسا والمغرب بصفقة بناء هذا الخط على 6 مقاطع يبلغ طولها الإجمالي 309 كيلومترات. كما فازت شركة إيجيس الفرنسية بصفقة إدارة هذا المشروع، وفي وقت سابق تم الانتهاء من أشغال الهندسة المدنية ونزع الملكية، تمهيداً لأشغال بناء السكة الحديدية التي ستنطلق قريباً.
مشروع مدينة الملاهي بمراكش. من المنتظر أن يتعزز العرض الترفيهي بالمدينة الحمراء بمدينة ملاهي ضخمة ستتطلب تمويلاً بقيمة 3 مليارات درهم، وهو المشروع الذي لا يزال ينتظر مستثمرين لبدء الأعمال التي من المتوقع أن تستغرق 18 شهراً. ويعتبر هذا المشروع، وهو نتاج بين القطاعين العام والخاص، جزءاً من 14 مشروعاً المحددة كأولوية في خطة الطريق ما بين 2023 و 2026 التي وضعتها وزارة السياحة والكونفدرالية الوطنية للسياحة. وتم إجراء الدراسات الأولية بواسطة صندوق إثمار وصندوق استثماري قطري، وتم تحديد أرض بمساحة 200 هكتار، وذلك بعد العديد من الاجتماعات التي أجريت بين السلطات المحلية والشركاء القطريين لتحريك الأرض التي سيستقر عليها المشروع. أين وصل مشروع ماروكو مول مراكش؟ يواجه مشروع ماروكو مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيراً في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل عام 2025. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا التأخر يعزى إلى كون أعمال البناء بلغت 70% فقط من المشروع، مع تبقي أصعب المراحل، وهي التشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، والتي لا تزال قيد التنفيذ. وكانت مجموعة أكسال المملوكة لسلوى الإدريسي أخنوش وبعض الشركاء عقدوا لقاءً للإعلان على تاريخ افتتاح ماروكو مول مراكش. ويمتد مشروع ماروكو مول مراكش، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ مدة بالمنطقة السياحية أجدال، على امتداد شارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 ألف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه 100 مليون يورو، أي أكثر بقليل من مليار درهم. مشروع قصر المؤتمرات وفضاء المعرض. من بين المشاريع المستقبلية التي ستعزز البنية التحتية للمدينة الحمراء، إقامة قصر المؤتمرات وفضاء المعرض، الذي سيجعل من المدينة الأفضل كوجهة لسياحة الأعمال في القارة الإفريقية. وسيكون هذا القصر الأكبر على المستوى الوطني، حيث سيتطلب إنجازه غلافاً مالياً قدره 937 مليون درهم، وسيوفر المشروع الذي يندرج في إطار مخطط التنمية الجهوي لمراكش آسفي 5000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسيتم إنشاء قصر المؤتمرات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة في سوق إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال استضافة فعاليات تجارية ومؤتمرات وفقاً للمعايير الدولية، ويمكن أن يستوعب حتى 20,000 مقعد، ما سيجعل مدينة مراكش وجهة حقيقية لعقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات والعروض، وتموقع المدينة الحمراء من بين الوجهات 10 الأولى في العالم لمنتوج الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، والوجهة الأولى على الصعيد الإفريقي. مشروع الطريق السياري المداري حول مراكش. أسندت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة مراكش آسفي مهمة تحديث دراسة تحديد مسار الطريق السياري المداري شرق مدينة مراكش إلى مكتب الاستشارة الهندسة والتنمية، وذلك مقابل مبلغ 3 مليارات و252 مليون درهم، على حساب مكتب نوفيك الذي قدم عرضاً بقيمة 2,700 مليون درهم. ووفقاً لدفتر الشروط الخاص، تأتي هذه الدراسة في إطار تطوير وتحديث الشبكة الطرقية الوطنية، ونتيجة لذلك، أظهرت دراسة وسائل النقل الحالية حول مدينة مراكش وجود حاجة ماسة لإنشاء طريق دائري شرقي للمدينة يتقاطع مع الطرق الوطنية 8 و9 و7 المؤدية إلى مدينة تارودان. هذا المشروع الذي تبلغ مدة تنفيذ دراساته 6 أشهر،
باستثناء مدة دراسة الإدارة، سيكون له آثار هيكلية على هذه المناطق الاقتصادية، حيث يهدف إلى إطلاق العنان للإمكانات التي تتوفر عليها الأقاليم التي يمر منها المشروع، وتمكينها من خلق الثروة والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد. تشييد 7 ممرات تحت أرضية بمراكش. وافقت وزارة الداخلية على إحداث 7 ممرات تحت أرضية بمدينة مراكش للحد من إشكالية السير والجولان وتوفير مرونة السير في عدد من الاتجاهات، وتخفيف الضغط على شوارع مراكش التي باتت تعاني من الاكتظاظ، حيث تم تخصيص اعتماد مالي لإنجاز هذه الممرات يفوق 500 مليون درهم. وتهدف مشاريع إنشاء هذه الممرات تحت أرضية التي تندرج في إطار برنامج التنمية الجهوي الممتد ما بين 2020 و 2027 الذي عمل مجلس جهة مراكش آسف على إعداده، إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة لمستعمل الطريق، وضمان انسيابية أكثر لحركة المرور. وتتوزع الممرات ال7 تحت أرضية ما بين الشوارع المهمة كشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني وشارع عبد الكريم الخطابي، وستساهم في تخليص المدينة الحمراء التي أصبحت وجهة سياحية مهمة من المشاكل المرورية التي تتفاقم خاصة خلال العطل وخلال التظاهرات الكبرى التي تحتضنها مراكش. هذه هي أهم 10 مشاريع سيتم إنجازها بمراكش خلال ال5 سنوات القادمة. شاركونا آراءكم حول هذه المشاريع في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في أمان الله.